خلي بالك حضرتك ممكن تكون بولس في عصره، بتكلم جد. بتأثر. سامعني؟ وهعبد عيش معاكم. حلو، هنقف بقى هنا. الشريعة بتقول ملعون من الله، مقر ان المسيح وهو الله ملعون من الله. انا ارجع لك تاني من اول النص، اقول لك اني المسيح هترد على كان السؤال. واخد جسد، مش هترد على السؤال. كان واخد جسد، فاللي تلعن الجسد او اللي تلعن المسيح نفسه على حسب الشريعه، وهو اللي حابب كده. مش هترد، انا عارف ان انت مش هترد. يا استاذ معاذ دلوقتي انت، انا كبشوي مش ممكن اقبل اقول لولدي انت عيل ابن كلب. انا حر في نفسي، انا بشتم نفسي. هل ممكن انت تاجي حضرتك تقول لي انت ليه بتشتمه، او هو يقول لي ليه بتشتم نفسك يا بابا؟ لا مش كده خالص. لا بس انا هبقى عارف ان ده ابن كلب، فما تجيش بقى تقول لي لا مش ملعون. ما هو ملعون اهو، ملعون على حسب شريعه موسى يا استاذ معاذ، مفيش أيوة مشكله في النص. على حسب شريعه موسى، وده حقيقي مش كذب ولا ده كذب. شريعه موسى ده جابها منين؟ مش من الاله؟ مش الله هو اللي قال له ملعون من الله؟ ولا هو هيقول ان هو ملعون من الله من دماغه؟ يا استاذ معاذ المسيح جه غير كل المفاهيم الاولى. يعني الانبياء الاول كان اللي يتجوز 50 واللي يتجوز 70. اكد ان هو ملعون من الله. بقى بولس جه بعد يسوع وقال ان هو ملعون من الله في عهد المسيح ده كله. لا ده بعد المسيح كمان. لا في عهد المسيح بولس، سواء بعد المسيح بسنه باتنين بثلاثه، ده اسمه هو بولس ليه اتبع المسيح لما شافه قال له تعالى اتبعني من الرسل ال 12؟ بولس اصلا ما كانش اسمه بولس في الاول. يعني هو قال له تعالى يا شاول اتبعني وخلاه بقى من التلاميذ ال 12. كان بيضطهد المسيح، كان بيضطهد المسيحيين. المسيح ولا المسيحيين؟ لا كان بيضطهد المسيحيين. زي ما حضرتك مش من تلاميذ المسيح. خلي بالك حضرتك ممكن تكون بولس في عصره، بتكلم جد. بتأثر. سامعني؟ وهعبد عيش معاكم. انت بتقول كلمه وترجع فيها في ثانيه على طول. ليه برجع فيها يا ابني؟ مش برجع فيها ولا اي حاجه. انت يا استاذ مينا، انت كنت مينا وبقيت محمد او محمود. لا لسه مينا عادي. ما احنا تخيل كده لما تبقى قاعد في المسجد وتلاقي واحد بيقول له يا جرجس، بقول لك تعالى صلي معايا الدور يا جماعه. يا عم